الموضوع ده فعلا مثير. كوين بيس بريميوم رجع يبقى ايجابي لاول مره من تقريبا شهر. طب ايه هو الكوين بيس بريميوم؟ ببساطه ده الفرق بين سعر البيتكوين على كوين بيس اللي الامريكان والمؤسسات بيستخدموه وبين سعره في باقي المنصات العالميه. لما يكون سالب ده غالبا معناه ان الطلب الامريكي ضعيف او السيوله بالدولار قليل، ولما يبقى موجب ده بيشير غالبا لدخول شراء جديد من مؤسسات او من تدفقات صناديق ETF. ودلوقتي مع تغيير المؤشر للايجاب الحركه دي جايه في نفس وقت ما البيتكوين لمس حوالي 91,000 دولار وارتد ورجع فوق منطقه دعم مهم بعد الهبوط اللي حصل. محللين كتير شايفين ان اللي حصل ممكن يكون بدايه اشارات طلب امريكي راجع تاني، والسعر كمان عامل هاير لو، يعني القاع الجديد اعلى من القاع اللي قبل، وده عاده بيبقى اشاره تحسن في الهيكله السعريه. لكن وده المهم الاشاره لسه مش مؤكده. البيتكوين قدامه مقاومه تقيله ما بين ال 92,000 ونص وال 94، والبريميوم لازم يفضل ايجابي مع ثبات السعر عشان فعلا نقدر نقول ان في انعكاس في الاتجاه. اكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش تعملوا متابعه عشان نكمل كل اخبار الكريبتو اول باول.